سكن الليل. أطبق الليل بحلكته سوادا بكل جنبات الأرض، ولم يترك لمخيلتي عنان للتأمل والتسبح. فرفعت هامتي مستلقيا وحلقت في الفضاء البعيد، فلم أرى غير النجوم تجمله. كان الوقت قبل حلول ضياء الفجر، وهديل اليمام ودعاء الكروان يملأ المكان. وأحسست برب العزة يعطينا هذا السكون ليريحنا من عناء العمل طوال النهار. نسمات الصيف الباردة تجعلك تشرد وتحس وقتها أنك أنت الوحيد الذي تترشق عبيرها. وتخيلت لو أن هذا الجمال أصبح بالنهار، وتغير حالنا إلى السكون والهدوء. وأدرت التلفاز إذا أجدني أدير جهاز التحكم على قناة زمان، فرأيت عجبا مشاهدا من فيلم في الأربعينات، وترى فيه ما أحلم به الآن: 4 سيارات و10 أشخاص فقط يجوبون بميدان التحرير، والذي يظهر كالفراغ ويميزه مبنى مجمع التحرير الذي يقف شامخا كعادته، والشوارع نظيفة جدا. حلمت أن ترجع هذه الأيام الجميلة، وما كدت أن أنهي تخيلي حتى هل ضوء النهار بضوضائه وصخبه. وندمت على جلسة التأمل هذه، وأفقت من ثباتي فورا. مهندس علاء بيومي.